الفيفا تفرح المنتخب المغربي بهذا القرار الكبير في كأس العالم. أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي خلال مواجهته للمنتخب البرازيلي 1-1 في افتتاح مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن أسود الأطلس يواصلون التطور وأصبحوا قادرين على منافسة كبار منتخبات العالم. وفي تحليل نشره موقع رسمي، أبرزت فيفا الشخصية القوية التي أظهرها لاعب المدرب محمد وابي أمام منتخب السيليساو، حيث لم يتأثروا بقوة وسمعة المنافس وقدموا مباراة كبيرة اتسمت بالندية والتنظيم، بل كانوا قريبين من خطف فوز تاريخي في اللقاء. وأشادت الهيئة الكروية العالمية بشكل خاص بأداء خط الوسط المغربي الذي يقوده جيل جديد من المواهب، مؤكدة أن اللاعبين أظهروا ثقة كبيرة وقدرة على مجاراة النسق البدني والفني الذي فرضه المنتخب البرازيلي. وأكدت فيفا أن نسخة المغرب في مونديال 2026 تختلف عن تلك التي صنعت المفاجأة في كأس العالم 2022 بقطر، إذ حافظوا الأسود على قوتهم الدفاعية وروحهم القتالية. كما خصت فيفا اللاعب الشاب أيوب بوعدي بإشادة خاصة بعدما لفت الأنظار رغم بلوغه 18 سنة فقط، بفضل هدوئه وقراءته الجيدة للملعب ونضجه الكبير خلال مباراة بحجم المواجهة أمام البرازيل.